عرضيه في نص الملعب انما لسه ما سيطرش. وادي علاء علي بيشوط كويس وهو رايح بيشوط وهدف وهدف وهدف. بقول لحضراتكم بيشوط كويس وهو رايح. وادي اول هدف اللي في المباراه لنادي الزمالك 1-0. علاء علي في الدقيقه 13. علاء علي في الدقيقه 13 من زمن الشوط الاول ينطلق وقدامه فدان. وانا كنت بقول بيشوط كويس وشاط كويس. واعتقد ان الامور بتتصعب على حسين ياسر محمدي اهو. ادي لما خد فرصته الراجل، يعني دي ميزه على فكره في حسام اللي بيعاكسني اقعد في غيرك. عموما ادي علاء علي يلم الراجل ويمشي وسريع وقال له هشوط وشاط وعلقت هناك جامده قوي قوي من ماركه شيكابالا. انما فيها نوع من العافيه شيكابالا بيحطها يعني بمهاره. دي فيها قوه ولا تصد ولا ترد. واللي كان بره بقى ولسه جاي من الشغل ولسه جاي بيشوف ايه الحكايه بقول له الزمالك حط على فكره 2 عبد الله رجب وحسام عبد العال والاثنين شويطه. وعبد الله رجب اكتر ورجليه دانه ورجليه تقيله. وحسام عبد العال عاقل في الركنات هنشوف. عموما ياسر عبد الرؤوف ما تخشش في وسطيهم، روح بعيد عن الحيطه وخليهم يقفوا بحذاء. انما الراجل حطهم على 10 ياردات. وهنشوف عبد الله ولا حسام عبد العال اللي هيشوط. وصفر ياسر عبد الرؤوف وهدف يا حسام عبد العال. عملوا خدعه كبيره جدا 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 في الدقيقه 38. يحرز حسام عبد العال هدف جميل في خدعه جميله حسام عبد العال في الدقيقه 38 زمن الشوط الاول. بص حضراتكم عمل تمويه حلو قوي. اما ركنيه لنادي الزمالك تتلعب لعبد الشافي وعلى طول تعدي وهدف. اخيرا محمود فتح الله هو برضو جاب قبل كده هدف يعني في المقصه لو تفتكروا كانت المقصه 3-3 ودخل عم محمود فتح الله وزي يقول لهم انا 8 فيا انا هطلب بقى 5 مليون على الهدف ده. يطلب 5 مليون. محمود فتح الله يحط هدف قاتل في الدقيقه يعني 39 من زمن الشوط الثاني. يتقدم الزمالك بهدف من ضغط مستمر بقدم المدافع بتاعه محمود فتح الله عشان الابيض يعني يستنشق يعني او يعني ياخد نفسه. وادي الكره اهي وادي محمود فتح الله وتعدي الكره وحطها حلو قوي ولا اجدع فيرود وهدف جميل. ده التيم برضه ده محمد ابراهيم خد انذار. وادي بابا اركو وتصيبه وهدف يا صلاح امين يا بابا اركو يا كوره. وتغيير من فاروق جعفر غير بفيرود ما عندوش غير كده رغم انه ناقص. وبصوا حضراتكم بقى التغيير اللي عمله. يا سلام على دي مباراه ومفاجاتها. وصلاح امين يحط هدف التعادل. صلاح امين في الدقيقه